المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. مراسم افتتاح رسمية في معبري دبيسيما بوري وسرحة زلمبسا. مزارع مديرية مندفرة يشيدون بالخريف الطيب. سيمينار حول الوقاية من الأمراض المعدية بجنوب البحر الأحمر. عشرات القتلى في انفجار شاحنة وقود في نيجيريا. روسيا تعلن بدء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها. ومحادثات عسكرية بين الكوريتين في قرية الهدنة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. في إطار المساعي الرامية لإعادة العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا إلى طبيعتها وتنفيذا لبنود اتفاقية السلام الموقعة في العاصمة أسمرة، افتتح معبري دبيسيما بوري وسرحة زلمبسا البري الذي يربط بين البلدين يوم أمس الثلاثاء 11 من سبتمبر الجاري في حفل تدشين رسمي. المزيد من التفاصيل لهذا الخبر إليكم التقرير التالي والزميل قاسم أحمد. بشر كل من فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الدكتور أبي أحمد خلال افتتاحهما رسميا الطريقان المهمان اللذان يربطان بين إريتريا وإثيوبيا لخدمة الشعب وتحرك الممتلكات من وإلى إريتريا وإثيوبيا، ويربطان أيضا بميناءي عصب ومصوع بعد قطيعة دامت 20 عاما. وشارك من جانب إريتريا في مراسم الافتتاح التي جرت صباح اليوم في منطقة بوري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبر آبه وقائد القوات البحرية الإريترية اللواء حمد محمد كاري وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي وغيرهم من قادة الجيش والمسؤولين في الدولة. بينما شارك من الجانب الإثيوبي الفريق سعري مكنن قائد هيئة الأركان للجيش الفدرالي الإثيوبي ونائب رئيس الوزراء دمق مكنن. وفي مراسم الافتتاح التي جرت صباح اليوم في منطقة بوري استقبل الأعيان ورجال الدين يتقدمهم سلطان رحيت عبد القادر داود ومئات من القوات العسكرية الإريترية والإثيوبية زعيما البلدين بحفاوة كبيرة. وبعد أن شارك الزعيمان في مراسم الحفل مبشران بافتتاح خط المواصلات البري في منطقة بوري عادا إلى العاصمة أسمرة، متوجهان صباح اليوم إلى نقطة حدودية بمنطقة سرحة زلمبسا. وبشر فخامة الرئيس سياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وكبار المسؤولين من الجانبين بالإضافة إلى الشعب وقوات الدفاع بشروا بافتتاح رسمي للطريق البري الذي يربط بميناء مصوع وغيرها من المدن الإريترية بعد قطيعة دامت 20 عاما. وبعد أن شارك الرئيسان في مراسم الاحتفالين عادا إلى العاصمة أسمرة، ومن ثم أجريت مراسم توديع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. وكانت إحدى بنود الإعلان العام للسلام والصداقة الموقع في العاصمة أسمرة بين البلدين في 9 من يوليو المنصرم لعام 2018 بدء لقاءات المواصلات والتجارة والاتصالات بين البلدين. وبموجب ذلك بدأت خدمات الاتصالات المباشرة في 9 من يوليو المنصرم وخدمات الخطوط الجوية في 18 من يوليو الماضي، وكذلك الخدمات البحرية في 5 من سبتمبر الجاري.
أوضح مزارع مديرية مندفرة بأن الخريف الطيب لهذا العام يمنح المزارع الأمل ويشجع أيضا لبذل جهود حسيسة حتى مرحلة الحصاد. وأشار المزارعون إلى أن مزارعهم بلغت إلى مرحلة الإثمار بفضل الاستعدادات المسبقة إضافة إلى الاستفادة الجيدة من السماد الطبيعي. كما أفاد المزارعون بأن السدود والحفائر خزنت مياها كافية ولم تظهر حتى الآن أي آفات زراعية، مؤكدين القيام بالحراسة المستمرة والمتابعة اللازمة. وأوضح مسؤول فرع وزارة الزراعة في المديرية السيد برخت هابت سلاسي بأن الأمطار التي هطلت حتى الآن في المديرية بلغت نسبتها 770 ملم، فيما توجد المزارع المزروعة في مساحة 14,000 هكتار 70% منها من الحبوب في وضع جيد، مشيرا إلى بلوغ البذور المحسنة الموزعة ل 200 مزارع إلى مرحلة مؤمنة. وأشار إلى الاستفادة الجيدة من حملات التوعية المنتظمة بخصوص دودة الحشد الخريفية، ويتوقع أن يلعب الخريف الخالي من الثلوج دورا كبيرا في مضاعفة الإنتاج والإنتاجية. وأوضح أن الحيوانات تلقت العلف الأخضر الكافي للإخضرار أو لإخضرار المراعي بما يكفي مقارنة بالعام الماضي. نظم فرع وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة صحية للوقاية من الأمراض المعدية وخاصة مرض المناعة الإيدز للمهنيين الذين يجرون البحث على الصيادين. وذكر الفرع بأن السمينار الصحي المرتكز على الوعي ينظم وفق الخطة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لانخفاض وباء مرض المناعة إلى أدنى مستوى له حتى العام 2030، موضحا بأن إريتريا وكعضو لهذه المنظمة تجري جهودا منسقة مرتكزة على دراسات بحثية لتوحيد الهدف. وأوضح الفرع بأن نسبة الإصابة بالإيدز توجد في البلاد إلى تحت 1%، وهذا يدل على المساعي المبذولة للسيطرة عليه. وقد أوضح مسؤول وحدة السيطرة على مرض المناعة الإيدز السيد محمد نجوس أن النتيجة مشجعة، إلا أنه ينبغي بذل من مزيد من المساعي والجهود حتى يتحقق الهدف المنشود. وفي التوضيح الذي أدلى به فيما يتعلق بالمهام المنجزة خلال 6 أشهر مضت، أوضح أن نسبة الإصابة في الشباب الذين خضعوا للفحص الطوعي تحت الصفر، وأيضا لدى الحوامل التي جرت لهن الفحوصات الطبية خلال 4 سنوات. في الختام ناشد مسؤول المالية والإدارة بإدارة الإقليم السيد جبرهيوت أراجاي الخبراء المشاركين في السمينار الصحي للعناية الجيدة للدراسات البحثية الجارية في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر لأول مرة. يتخذ أعضاء وزارة الثروة البحرية ومركز خدمات القوس البحري خطوات ذاتية لمكافحة التلوث البيئي الذي يؤثر سلبا على التنوع البيئي وكذلك إلى نظافة عمق البحر. وأشار عضو مركز خدمات القوس البحري السيد بطرس رؤسوم إلى وضع برنامج لتوسيع الخطوات المتخذة في محيط المركز بمستوى متدنٍ في المستقبل القريب. من جانبه قال عضو وزارة الثروة البحرية السيد تسفى ميكائيل الرفاه أن التلوث البيئي عامة وخاصة التلوث البحري يضر بإنتاجية الأسماك، وأن مكافحة العوامل الملوثة قبل استفحالها يتطلب تنسيق كافة الجهات لمكافحتها، داعيا المواطنين عامة والشباب خاصة للتعرف على ثرواتهم البحرية ولعب دور كبير في مكافحة التلوث. وأشاد السيد سمرة يوهانس مسؤول البيئة في فرع الأراضي والمياه والبيئة بفرع إقليم شمال البحر الأحمر بانضمام كافة المواطنين إلى هذا العمل النبيل. وأشار إلى ظاهرة التلوث البيئي التي تقلق العالم، وأنه يتطلب تنظيم حملات توعية مكثفة وعقد سيمينارات للحفاظ على النظافة البحرية ومكافحة بعض العوامل المؤثرة سلبا. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، ذكرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية ناساراوا بشمال نيجيريا أن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا يوم الاثنين، وأصيب المئات عندما انفجرت شاحنة وقود في الولاية. وقال مسؤول بالوكالة إن الحادث وقع في محطة للبنزين على طريق يربط العاصمة أبوجا بشمال نيجيريا وجنوبها.
وقال عثمان أحمد القائم بأعمال مدير الوكالة نقلا عن إفادة أحد الشهود إن الشاحنة انفجرت بينما كانت في مرحلة تفريق الوقود، وأضاف أن الوكالة تحقق في الحادث. وأضاف لرويترز أنه تأكد من مقتل 35 وإصابة أكثر من 100. معظم من لقوا حتفهم هرعوا إلى منطقة الحادث ليروا ما حدث. أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري لوزارة الدفاع الروسية بدء أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث في الشرق الأقصى. ونقلت وكالة أنباء سبوتينغس الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن مناورات قوات الشرق 2018 بدأت في الشرق الأقصى الروسي، مشيرة إلى أنه سيتم خلالها العمل على مسائل تطبيق أنواع الفرق العسكرية لمصلحة ضمان الأمن العسكري الروسي. وستجرى المناورات على مرحلتين سيتم خلالها الانتهاء من نشر المجموعات العسكرية في الشرق الأقصى، فضلا عن زيادة فرق القوات البحرية في المناطق البحرية الشمالية والشرق الأقصى. يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجيو سوجيو كان قد صرح في وقت سابق بأن نحو 300 ألف عسكري و36 ألف دبابة ومدرعة وأكثر من 1000 مروحية وطائرات مسيرة ستشارك في مناورات فوستوك 2018 الشرق 2018 والتي تعد الأضخم في روسيا. تعقد الكوريتان محادثات عسكرية على مستوى العمل الخميس في قرية الهدنة بنمجوم القرية على الحدود بين الكوريتين لمناقشة مشروع مشترك بينهما للتنقيب عن رفاة الجنود الذين لقوا حتفهم في المنطقة منزوعة السلاح خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953 ونزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله إن الكوريتين ستعقدان محادثات عسكرية لمناقشة القضايا العسكرية بينهما. ومن المتوقع أن تجري الكوريتان تنسيقا مسبقا في الاتفاقيات العسكرية للقمة الثالثة التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري في بيونغ يانغ. أعلنت ولايتي فيرجينيا وميريلاند حالة الطوارئ، فيما بدأ إخلاء قرابة 1,000,000 شخص في ولاية ساوث كارولينا بسبب إعصار قوي يهدد 4 ولايات أمريكية وفقا لتقارير أمريكية. وأصدر حاكم ولاية ساوث كارولينا هنري ماكماستر أوامر إجراء قسري لنحو 1,000,000 شخص من سكان الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحسبا للإعصار فلورنس بحسب موقع الحرة. وحذر الرئيس دونالد ترامب في تقريدة من خطورة العواصف في المحيط الأطلسي، ودعا الأشخاص الساكنين ضمن نطاق هذه العواصف إلى الاستجابة لتحذيرات المسؤولين الحكوميين والمحليين. وقال المركز الوطني للأعاصير إن رياح الإعصار القوية قد تضرب نورث وساوث كارولينا بحلول هذه الأيام، ومن المرجح أن يصل إلى بر الولايتين، وتعقبه أمطار غزيرة قد تسبب سيولا في أكثر أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، ووقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.